السلام عليكم. كان عندنا يوم كروي حافل، ومن أول اليوم كده الأهلي هيلعب والزمالك هيلعب وبيراميدز هيلعب. فأنا واحد من الناس بعيد عن إن أنا صحفي وناقد رياضي، أنا راجل باحب الكورة، فصاحي من النوم متفائل بقى اللي هو إيه، عندي وجبة كروية دسمة على رأي الراحل ميمي الشربيني يعني. فالأهلي هيلاعب حرس الحدود والزمالك هيلاعب الجونة، بيراميدز هيلاعب أهلي جدة في السعودية في الانتركونتيننتال، وما أدراك ما أهلي جدة ونجوم أهلي جدة. ف مستعدين بقى، يعني مستعدين نشوف حاجات حلوة بقى. لأ، نخش بقى على الماتشات وتيجي الساعة 5 ونبدأ بماتش الأهلي. يلا بينا نبدأ ماتش الأهلي، الحكم يصفر جراديشار تك تك جون زي ما الناس متوقعة. الأهلي مع احترامنا لفريق حرس الحدود، الأهلي الناس متوقعة يكسب حرس الحدود على الأقل فرق 2، يعمل جيم حلو. جبت جون في أول 5 6 دقايق جراديشار، الموضوع بقى خلاص. لا بس إزاي؟ ليه المدافعين بتوع الأهلي ما يقولوش كلمتهم؟ كورة غريبة رايحة جاية ما لهاش أي عنوان، أي حد ممكن ياخدها في أي حكاية، يطلع لعيب من النُص تِك يحطها ما بين 2 مدافعين في الجون بقت 1-1. يعني فجأة كده بقت النتيجة 1-1. طب الأهلي يسكت؟ لأ مش هيسكت. الأهلي جاب التاني. بس على ما الأهلي جاب التاني وبعدها الحرس تعادل 2-2 والأهلي جاب التالت، في الفترة دي بقى إحنا شُفنا حاجات كتير أنا مش فاهمها. أولًا أنا ما حسيتش بفرق ما بين إن بن رمضان موجود أو مش موجود. اللي كان بيلعب مكان بن رمضان زي بن رمضان، اللي كان بيلعب مكان زيزو زي زيزو، اللي بيلعب مكان ده مش كلّهم يعني حلوين، ده كلّهم من أول الموسم مستواهم عادي. الأساسي زي الاحتياطي، زمان كان يعني أو إحنا نسمع في الكورة يقول لك إيه، أنا أحب أعمل team الاحتياطي زي الأساسي نفس المستوى عشان ألجأ لهم في أي وقت. لأ، في الأهلي الوضع اختلف، بقى الأساسي زي الاحتياطي. في المُجمل أي حد هيلعب الأهلي هيطلع بالصورة دي. حالة إحباط رغم الفوز غريبة جدًا عند جمهور الأهلي. جمهور الأهلي مش مبسوط على الماتش، واللي يقول أنا مبسوط يبقى إيه بقى، بيجامل نَفْسه، بينافق نَفْسه، مش شايف الكورة، مش حاسس إن هو لأ، في حاجة غلط لازم يراجع حساباته في موضوع الكورة. في ناس تقول بس خدنا 3 بونت وإحنا بنلِم نُقط في الوقت ده عشان خاطر المنافسة والفرقة وتقف على حيلها. أنت بتبُص على رُبع الكوباية المليان مش النُص. ماشي، بس الأهلي فيه مشاكل، والأهلي أوضة اللبس مش صح، وحركة ياسر إبراهيم النهارده مش حلوة، يعني حركة ياسر إبراهيم في الماتش مش حلوة. في ناس عمّالة تفسّر بقى وتقول أصل ياسر إبراهيم كان بيسأل المراقب. لأ، اللقطة باينة، فيديو مش محتاج تفسير من حد، كل واحد بيفسّر زي ما شاف. 80% شافوا إن ياسر إبراهيم متضايق إن الجايزة ما راحتلوش، وأنا شايف إن هو أحق من اللي أخد الجايزة. الافتراض الوحيد لحُسن النية إن هو ما يكونش سمع أو عرف مين اللي خد الجايزة، بس هو سمع وعرف وشايف ومعدّي عليه. فاللقطة دي مش حلوة خالص، خالص، مهما بقى ستوريهات ده ينزّل وده يرُد لحظات الانفعال بتبيّن الحاجات اللي جوّه، يعني دي معروفة عند كل الناس على فكرة. الحاجة الأخيرة في ماتش الأهلي، كابتن عماد النحاس مع احترامي الشديد ليه، في الولاية التانية ليه اللي هي الفترة دي، مش ده الكابتن عماد النحاس بتاع المرّة الأولانية اللي كانت في نهاية الموسم اللي فات. كابتن عماد النحاس آآ أنا مش حاسس إن في تغيير خططي، ما فيش حلول في الملعب. بتتزنق أو بتزوّد، تبقى عايز تزوّد أهداف، عايز تقلل أهداف، عايز تأمِّن ملعب، عايز تغيّر طريقة لعب، تغييرات مش مفهومة كتير في كذا ماتش. فأنا يعني كابتن عماد النحاس لأ، في حاجة مش، هل هو خايف؟ يعني هل كابتن عماد خايف مثلًا من حاجة، خايف
عايز يطلع بالمرحلة دي بأقل خساير، يجمّع أكبر عدد من النقط، ويسلّم المدير الفني الأجنبي الفريق في موقف حلو في الجدول، دي ممكن تبقى وجهة نظره. بس لازم على الأقل يبقى الجمهور عارف ده، وعلى الأقل تبقى أنت مصارح الجمهور بده. إحنا الفترة دي هنلعب إن إحنا نلم نقط، مش هنبُص على مستوى، مش هنبُص على أي حاجة، إحنا بنبُص ال3 بونت ثم ال3 بونت ثم 3 بونت. غير كده لأ، الكابتن عماد النحاس محتاج طبعًا يعني هل أكيد هو اللي هيلعب ماتش الزمالك ماتش القمة، فمحتاج يراجع حساباته قبل ماتش القمة. خلص ماتش الأهلي، حالة إحباط عند جمهور الأهلي، ساعة وهيبدأ ماتش الزمالك. جمهور الزمالك بدأ إيه، منتشي بقى، مش منتشي أصل الأهلي ما خسرش، بس جمهور الأهلي مُحبط، فأمر طبيعي. وأنت تلاعب الجونة، برضه فرقة على الورق ماتش يعتبر سهل للزمالك، ولكن لأنه الزمالك وجمهور الزمالك متعوّد، وأنا متعوّد، وأي حد متابع الزمالك وبيحب الزمالك متعوّد على السيناريوهات دي. الزمالك جاب جون، ولكن كورتين في العارضة وأخطاء دفاعية، والدنيا فيها حاجات تحس إن أنت قلقان، لأ، لأ، في حاجة غلط، ما فيش لعيب مميز، ما فيش لعيب تقدر تقول إن هو لعب ماتش حلو النهارده، ما فيش لعيب تقدر تقول ده كان مصدر خطورة، ده عمل كور. يعني كل الماتشات اللي فاتت كلها خوان بزيرة مكتسح. غاب ماتش النهارده كله زي بعضه ما عدا محمد إسماعيل. أنا بصراحة باشيد محمد إسماعيل، ربنا يبعد عنه الإصابات، يستمر على مستواه، مدافع سوبر مكسب لدفاع الزمالك وللمنتخب الوطني. محمد إسماعيل مدافع سوبر جدًا، جدًا، جدًا. كورته حلوة، هادي، بيطلع الكورة حلو في العالي، بيبني هجمة حلو، واثق من نفسه، في مميزات كتير جدًا، مميزات المدافع العصري زي ما بيقولوا. محمد إسماعيل مكسب الزمالك ومكسب المنتخب الوطني. استبعد محمد إسماعيل الفريق كله سواسية. كنت واقف مع واحد صاحبي بنتفرج على الماتش، وإحنا بنتفرج على الماتش واقفين مع بعض في الجورنال، فبيقول لي: الزمالك وكسبانين 1. قُلت له: بُص أنا خايف نخلّص كلامنا الزمالك يخش فيه جونين، قصدها الزمالك. أنا كنت متوقع وأي حد متوقع إن الزمالك هيخش فيه جون أو هيتعادل. وسيبك من إن هو تعادل وخسارة 2 بونت مُحبطين ومستوى مُحبط. أنا بالنسبة لي التعادل مع الجونة ده أكبر خطر فيه إن أنت رجّعت الأهلي للملعب تاني. أنت الفرق بقى بينك وبين الأهلي 5 بونت. الأهلي لو كسب الماتش الجاي هيبقى فرق 2 بونت. الأهلي ماتش الباي بتاعه عدّى، لسه عندك ماتش باي، الأهلي هيلعبه، لو كسب ركب عليك، رجّعت الأهلي الدوري. التعادل مع الجونة والهزيمة من دجلة هُم الماتشين اللي الزمالك ممكن يندم عليهم لو لا قدّر الله الموسم حصل فيه أي دروبات. بعدين الزمالك وسيناريوهات الزمالك المعتادة لكل الزملكاوية اللي إحنا عارفينها وحافظينها، يتعادل مع الجونة ويخسر من الاتحاد ويتعادل مع المصري وتلاقي النقط عمّالة تسرسب، 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 تلاقي نفسك في النهاية تالت. ليه؟ عشان خسرت من دجلة في الأسبوع مش عارف الكام، التاني والّا التالت، واتعادلت مع الجونة في الأسبوع مش عارف التامن، وده أنت كسبت الأهلي وكسبت بيراميدز، بس خسرت من الاتحاد وخسرت من المصري وخسرت من كهرباء الإسماعيلية واتعادلت في ده الزمالك. يا ريت الزمالك ما يوصلش للمرحلة دي، يا ريت الزمالك يتفادى أخطاء الماضي. آخر فرقة بقى بيراميدز، هتلعب ماتش مع أهلي جدة، كأس الانتركونتيننتال، ممثل عن مصر، ممثل عن أفريقيا. أهلي جدة بكل نجومه العظماء والأسماء التقيلة، ورياض محرز وإيفان توني وديميرال في الدفاع يعني، وفرانك سي. فرقة وبتنافس في الدوري السعودي اللي هو الدوري السعودي القوي بملياراته بنجومه بأسمائه بسيستمه بحياته. فأنت بيراميدز هيلاعب أهلي جدة، إيه بقى المفروض بقى الناس تبقى مهتمة. يعني أنا أعتقد لو الزمالك أو الأهلي مكان بيراميدز
كان هيبقى في اهتمام بالماتش ده أكتر من ماتشات الدوري، ولكن هي دي المشكلة الوحيدة عند بيراميدز حتى هذه اللحظة، ما فيش شعبية، ما فيش جماهيرية، ما فيش مش هنقول ما فيش اهتمام بالماتش، ولكن ما خدش يعني معظم الناس النهارده بتتكلم الأهلي هيعمل إيه مع الحرس، الزمالك هيعمل إيه مع الجونة، طب ماتش بيراميدز الساعة كام؟ طب ماتش بيراميدز على إيه؟ ده اللي كان بيتقال، ده الكلام اللي بيتقال كله، مع إن بيراميدز معاه استقرار مادي، استقرار فني، استقرار إداري، سكواد من أقوى السكواد في الدوري المصري ويمكن في أفريقيا، محترفين على أعلى مستوى، تتكلم عن مايلي ولا تتكلم عن توريه ولا تتكلم عن الشيبة ولا تتكلم عن وليد الكارتي ولا تتكلم عن مين ولا تتكلم عن مين، ف بكل السكواد بتاع بيراميدز، بكل النجوم دي، بكل البطولات دي، يعني أو بالمشاركات دي، هم بطولتين 3 في تاريخه أو 4، 5 بطولات في تاريخ بيراميدز كلها، ولكن فيهم بطولة مهمة دوري أبطال أفريقيا، انتركونتيننتال بيلعب انتركونتيننتال كسب ماتشين ورا بعض، ماتش أوكلاند وماتش أهلي جدة. فرقة تستحق، فيها نجوم مصر، فيها نجوم كتير، رمضان صبحي، فيها مهند لاشين، فيها قطة على فكرة لعيب عالي قوي، في أسماء تقيلة على فكرة، يعني وكريم حافظ، أنا مش عايز أنسى حد بس فعلا، فإزاي بيراميدز ما يبقاش فيه الاهتمام ده بيه، مش فاهمها، يعني لازم يبقى في حل الموضوع، الشعبية والجماهيرية حتى لو في الماتشات الكبيرة اللي زي كده، يعني ده ماتش كبير وماتش مهم على فكرة. في موضوع بيراميدز في 2 لعيبة أنا بقى مش قادر أفسّرهم، أوباما اللي أنا باشوفه في صور الاحتفالات بس في بيراميدز، أخد بطولات في بيراميدز مش عارف هل أخد قدّها في الزمالك والّا لأ، ودودو الجبّاس، دودو الجبّاس على فكرة صاحبي من أيام ما كان بيلعب في دجلة، ولعب في دجلة ولعب في مصر ولعب برّه مصر وجوّه مصر ولعب وموجود في بيراميدز وبيجدد في بيراميدز وبيعمل كل حاجة في بيراميدز وموجود، ويعني بيلعب يعني ربنا يدّي له الصحة يا رب، أنا باهزر معاك، باهزر مع دودو حتى لو سمع أنا باهزر معاك والله، بس قُل لي أنت بتعمل إيه عشان عايز أعمل زيّك، يعني أنا عايز أعمل زيّك والله، وبسم الله ما شاء الله touch wood نمسك الخشب، دودو الجبّاس لو لعب ماتش في الموسم يجيب جون، فربنا يوفقه وربنا يوفق كل الفرق المصرية اللي بتمثّل مصر في المحافل الدولية وفي أفريقيا. ونتمنى إن شاء الله إن مسابقة الدوري تزداد سخونة وتحلو كده، بس تحلو مستوى بس، مستوى أكتر منّه مستوى نتايج أكتر منّه أحداث حوالين البطولة. شكرًا ليك.